مساء الخير. احنا بنصور بس، لو ما عندكمش مشكله في اسئله كده بنسالها للناس في الشارع. اسئله عباره عن ايه؟ اسئله انا الاول. انا هسالها هي الاول، هي الاسئله للبنات وبعد كده اسالك انت. تمام؟ ماشي. تمام. تمام. طيب عايزين نعرف ايه مواصفات شريك حياتك؟ ابيضاني. حلو. روح انت دلوقتي يعني. اشقر. اقعد وكانك مش سامع حاجه، فاهم؟ تمام. اشرف. شعره طويل. عيونه زرقاء. شعره طويل وعيونه زرقاء. تمام. ايه تاني؟ يعني ما بيبقاش طويل قوي هو. ما يبقاش طويل قوي. يعني تمام. اطول مني شويه. اطول منك شويه. مواصفاته الماديه يكون ايه؟ لا، محتاج يكون رجل اعمال. رجل اعمال. مساء الخير. حضرتك مين؟ انا جوزها. انت جوزها؟ طب انت شايف المواصفات اللي قالتها دي كلها مش موجوده فيك؟ والله انا شايف ان يعني اي حد في الاول بيبقى ليه مواصفات مختلفه عن ما بيكبر يعني، وهي اختارتني انا اكيد يعني، فاكيد اكيد ده الاكس. ما هو اكيد ده مش استاذ مين؟ شهاب. استاذه مين؟ ملك. استاذه ملك. طب قولي لنا لوكا، قولي لنا يا لوكا، ايه اكتر حاجه بتضايقك في استاذ شهاب؟ يعني بيجيب بنات صحابه بالليل الفجر الصراحه. لا يا شهاب، لا. لا يعني بيجيبهم الفجر. لا، ما هو ده مش وقت تدخل. لا، ما ده مش وقت تدخل فيه بنات الفجر، صح؟ يعني الظهر، يعني ما الصبح انا مش موجوده. ايه يا شيخ؟ يعني يدخل الظهر عادي. اي مشكله يعني ليه وانا موجوده؟ ايوه، ما هو الوقت اللي الناس تقول الجيران يقولوا ايه؟ الجيران يقولوا علينا ايه؟ ما مالكش حق في دي. صح وغلط غلط. بجيب بنات الفجر دايما 3 و4 الفجر. دايما 3 و4 الفجر، ما ينفعش. بيبقى رد فعلك ايه لما بتلاقيه جاب؟ انا بتفاجئ. ليه تفاجئني؟ قاعده في بيت. ليه بتفاجئها؟ ما هي ده بيتها برضه. انا بجيب بنات الفجر الساعه 3 او 4 الفجر. طب ما هو الظهر موجود، الصبح فاضي، البيت فاضي، ليه ما اجيبش الصبح؟ صح، عندها حق في النقطه دي يا استاذ شهاب. والله اللي اعمل لها افتر بارتي كل يوم. هتعمل لها افطر ايه؟ افتر بارتي كل يوم يعني كمان هو اللي بيحضر لها الفطار يعني. هي صح يعني بيعمل لها فطار الصبح. شايفين الرجاله يا جدعان؟ هو اللي بيعمل لها يعني افطر بارتي. يعني هي معترضه على الوقت. ليه وانا موجوده؟ وده بيضايق. ليه وانا موجوده؟ صح يا استاذ لوكا. من عينيا. ده احنا عنينا. ايه اكتر المشاكل العائليه اللي ممكن تحصل ما بينكم؟ كمان هتقولي المشاكل العائليه؟ المجتمع ده. هتقولي كمان المشاكل العائليه؟ قولي عادي عشان الناس تتعلم من اخطائها. هو دايما بيتخانق الصبح عشان الفطار لسه ما اتعملش. لا يا شهاب. طب انت لا يا شهاب. انت تخصصك ايه؟ انا بطل مصر في ايه حضرتك؟ في كمال اجسام. فينفع واحد، هو انا مدرب، ينفع اصحى الصبح من غير ما افطر واروح شغلي من غير ما افطر؟ لا. دي تصحى من احلاها نومه وتصرخ وتقول ابياري. اتكلم بقى. اصحى الاول. هو عايز يصحى الصبح يلاقي الفطار محطوط له السيد بقى. ليه ده نصحى؟ وانا متجوز ليه؟ انا برضو متجوز ليه؟ هو متجوز ليه يا لوكا؟ هو ده اللي انت فالح فيه تلوكلوك. هو كل المفروض الحياه جوازه انه افطره واغديه واعشيه. لا طبعا يروح للحاجه هي اللي تعمله. انا مش رؤى. ايوه صح. انت ايه رؤى دي؟ يعني انت دايما مشاكلك معاه بسبب البنات اللي هو بنات، ولازم طلباتهم مجابه 24 ساعه. لا هم برضو مش انت مش ابلكيشن طلبات هي. لا ازاي بقى؟ لازم طلبات حضرتك ما بيبطلش طلبات. خارج انا وانتي ومفيش مخرجك اهو البيت واخرجك بره. انت عارفه الوجبه بره بكام دلوقتي؟ الوجبه مش هقول لك كده. الاهتمام ما بيتقلبش. دي خناقه. شايفين يا جماعه المشاكل الزوجيه يا جماعه؟ دي اكتر المشاكل. مشكلتها معاه ان هي بيجيب بنات الفجر، لو يجيب بنات الظهر مفيش مشكله. يعني ايه المشكله؟ موجوده في البيت. لا دي مش المشكلة موجوده يعني. سنه كام في الجواز؟ اول سنه. سنه سعيده ان شاء الله. السنه الثانيه هنجيبكم بمحاكم الاسره. دي حقيقه فعلا. هم دايما مشاكل الاغنياء كده يا جماعه. ما تلفش كتير جده الكبير. تعالوا ناخد جوله عند محل جده بتاع الادوات المنزليه، واطقم كراسي كمان للكبار، وكمان بيراعي الصغيرين. هات له هنا بتوع الصغيرين. يلا نشيل احمال هنا بالصلاه على النبي للكبار. مصانع خورشيد دي
عنده الزبالات بجميع مقاساتها وجميع احجامها. باسكت الغسيل في منه مقاسين، في منه كبير وفي منه صغير وفي منه كمان بعجل، وكمان عنده معالق ومقصات، وعندنا كمان طاسات. تعالى ايه، وعندنا كمان طاسات جرانيت وحجر، صح؟ وكمان منظمات التلاجة الاكريليك واشكال الكيك، وكمان صواني الفرن. كمان عندنا جميع انواع علب التلاجة بجميع اشكالها وجميع مقاساتها، غير الجروف والمقشه، ده غير جردل الباركيه والدلوعه. كمان عده الشاوي والريشه والسيخ، ده بجانب كمان عده القهوه وفناجين القهوه، وكمان شبايات وكوبايات، جميع انواع الكوبايات، جميع انواع الشبات، كل حاجه في المطبخ هتلاقيها هنا عند جده. هتيجي عند جده هنا في الرحاب في السوق القديم، هتقول كلمه السر شعله خميس وجمعه، تاخد خصم 20% على اي حاجه موجوده جوه المكان.